اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكبير للموسم الثاني على التوالي. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لاعلى المحتوى. لو انت مش متابعنا على انستجرام فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. يلا بينا النهارده مع شخصيه جديده نعرف ايه هي التفاصيل، فيلا بينا. الأكوان عنا من نكون انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام. انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين. لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى. لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. الامير عبد القادر الجزائري واحد من اعظم الشخصيات في تاريخ الجزائر والعالم الاسلامي. اتولد في القرن ال19 وكان من ابرز القاده اللي قاوموا الاحتلال الفرنسي اللي بالمناسبه اجتاح الجزائر في الوقت ده. الامير عبد القادر ما كانش بس قائد عسكري، ده كان قائد وفقيه وكان رمز من رموز المقاومه الوطنيه الجزائريه، وده من خلال حكمته وشجاعته. اتولد في 6 سبتمبر سنة 1808 في مدينة مشرية، ودي كانت في غرب الجزائر. نشأ وتربى في أسرة علمية، وكان والده من العلماء المعروفين جدا في قلب المنطقة، وكان ليه تأثير كبير في تربية ابنه ونشأته على العلم والتعلم والدين، عشان عبد القادر يبدأ إن هو يتعلم علم ديني مكثف، وده على العلماء او كبار العلماء في قلب الجزائر في الوقت ده. الامير عبد القادر مش كان زي اي حد اللي هو متعلم عادي كده، كان متميز في العلم والدين والحكمه، وده من صغره. درس في مجالات مختلفه زي الفقه والتفسير والحديث عشان يكون جاهز لتولي المسؤوليه في وقت صعب. لما بدات فرنسا تحتل الجزائر في سنه 1830 كان في مقاومه من الشعب الجزائري، وده طبيعي، بس المقاومه دي ما كانتش منظمه بالشكل الصح. مع مرور الوقت بدا الوعي الشعبي يزيد، وبدات المقاومه تتنظم على ايدي الامير عبد القادر. الامير اللي كان شاب وقتها بدا يوحد القبائل الجزائريه ويجمعهم عشان يواجهوا الجيش الفرنسي، واللي بالمناسبه كان عايز يحتل الجزائر بالكامل. سنه 1832 اعلنوا ان الامير عبد القادر امير على الجزائر، وده بعد ما بايعوا رجال القبائل الجزائريه، وده عشان يقودهم في معركه الدفاع عن الوطن. طبعا رغم الصعوبات اللي هي كتيره جدا اللي هو كان بيواجهها، قدر عبد القادر ان هو ينظم الجيش ويخليه اقوى ويخليه قائد محنك ضد القوات الفرنسيه المحتله. طبعا بعد ما تولى قياده المقاومه طبعا اظهر براعه كبيره جدا، يعني جدا دي كلمه بسيطه. قدر ينظم مقاومه مستمره برغم الفوارق الكبيره سواء كعدد او كامكانيات ما بين المقاومه ما بين الاحتلال، الا ان هو حقق انتصارات كبيره جدا ضد القوات المحتله الفرنسيه، وده كانت سنه 1835 معركه وادي ألما. كانت من ابرز يعني الصفات القياديه في قلب الامير عبد القادر ان هو عنده الحكمه ان هو يفكر ويخطط ويشوف الاستراتيجيه المناسبه للحاجه اللي هو فيها. استخدم حرب العصابات والكر والفر، وده عشان يخلق حاله من الخوف وعدم التنظيم في قلب القوات الفرنسيه. محدش يعرف البلد غير اهل البلد. الحرب بتاعته كان بيستفاد جدا من التضاريس بتاعت الجزائر، سواء كانت الجبال او السهول والتضاريس المختلفه، لان زي ما قلت اهل البلد هم اكتر ناس عارفين بالبلد. بجانب بقى كونه شخصيه او قائد عسكري، الا انه كمان كان شخصيه دينيه، مش بس كده، لا ده فكريه ومشهوره. كان ليه دور كبير في نشر العلم والمعرفه، وكان بيشجع الناس على ان هم يتعلموا المبادئ الاسلاميه الصح. كان مهتم جدا بتعليم الشباب القران والحديث والتفسير، ومش بس كده، لا وعلم النحو. عشان كده الامير بيعتبر رمز من رموز التعليم في قلب الجزائر. كان معروف بتقواه وورعه، وكان دايما بيدي اهميه كبيره للشريعه الاسلاميه. كان عنده رؤيه اسلاميه متسامحه للجميع، كان حريص ان المقاومه بتاعته ضد الفرنسيين تكون مستمده من الشريعه. رغم مواجهته للعدو الفرنسي، الا انه كان بيتمتع بحنكه سياسيه وزي ما بيقولوا كده اللي هو عارف انت خد ودي في الكلام. قدر ان هو يقيم علاقات دبلوماسيه زي الدوله العثمانيه، مش بس كده، لا ده المملكه المغربيه كمان، وده كان عشان يحصل على دعم في حروبه ضد الاستعمار الفرنسي. سنه 1847 وبعد مقاومه كبيره جدا قبض على الامير عبد القادر، وده بعد حصار طويل حصل لمنطقه تف، عشان في محنه الاسد بنى طريقه جديده كده عبد القادر في اللي هي الحركه الدبلوماسيه، لان هو حتى لما اتسجن هم يعني عارف اللي هو ايه، هو فكره والفكره لا تموت، يعني سواء هو كان استشهد او اتحبس او ايا يكن، هو خلاص هو زرع الفكر
فالناس طالعه مكمله في الطريق اللي هو عامله عشان القوات الفرنسيه تنفيه بره، لان هم مش قادرين لا يوقفوه لا عسكريا ولا معنويا. بعد ما خرج من الجزائر راح عاش شويه في دمشق، عاش بقيه حياته في سوريا، لكن ما وقفش عن خدمة القضية الإسلامية. استمر في دراسته واهتمامه بالعلوم الإسلامية، وكتب كتير من المؤلفات اللي بتعكس رؤيته الدينية والعلمية. توفى في دمشق يوم 23 مايو سنة 1883. رغم ان هو ما شافش استقلال الجزائر، بس الإرث اللي سابه لسه عايش جوه كل مواطن جزائري. الأمير عبد القادر ناضل عشان حرية وطنه، وكون أسس المقاومة ضد الاستعمار، بقى رمز للمثابرة. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. استنوني الحلقة اللي جاية مع شخصية جديدة. لو انت طبعا عاجبكم المحتوى، ما تنساش تعمل بلايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتقول رايك في الكومنت تحت. وبس كده.